اهلا بيك يا برج العقرب. تعالوا نشوف رسالة ملاكة الحارس ليك ايه النهارده. يلا بينا. observer. بصي يا برج العقرب، احنا في حياتنا عموما كاشخاص او بني ادمين ايه اللي بيحصل؟ احنا بن كل حاجة بنبصلها او بنشوفها بيبقى من منظورنا الصغير، من منظورنا الضيق، اللي هو من وعينا، من الكالتشر بتاعتنا، من تفكيرنا، من خبرتنا، من الجروح بتاعتنا في الماضي، من حاجات كتير قوي عدينا بيها، سواء خبرات حلوة، سواء خبرات كانت مؤلمة بالنسبة لنا. بنشوف من منظور ضيق من خلالنا احنا بس. الملاك الحارس بيطلبوا منك دلوقتي او عايزك تعرفه دلوقتي ان انت محتاج تبص للامور بمنظور اكبر شوية، بمنظور ان انت تبقى مجرد observer، تبعد كده وتشوف من بره، تشوف السين كله او المشهد كله من بره، وانت فاصل مشاعرك عنه. هل انت تصرفاتك كانت صح؟ هل تصرفات الاخرين صح تجاهك؟ طب هل انت اصلا شايف الموضوع بطريقة صح؟ انت محتاج تشوف الايمج الاكبر او الصورة الاكبر، عشان انت بتحسب كل حاجة من خلال منظورك الصغير او منظورك يعني المحدود في شخصيتك او في كونك انت يعني. بس فانت محتاج تشوف الامور بصورة اكبر. لو في علاقة، خلي بالك ان احنا بسبب المنظور ده او بسبب ان احنا بنشوف كل حاجة من خلال نفسنا، ممكن اللي قدامي يقول كلمة بسيطة جدا عادية جدا ما فيهاش اي حاجة، وانا افهمها بطريقة تانية خالص، الاقي ودني سمعت او فهمت جملة تانية خالص او معنى تاني او طريقة تانية تماما عكس اللي قدامك قالها. ده بسبب دي حاجة زي ايه، بتنكش عندك في جرح من الماضي او في مشكلة حصلت لك، فانت بتبتدي تعمل بروجكشن عليها او تعمل اسقاط عليها وتفهمها بطريقة معينة، والمعنى ده بيبقى بعيدا كل البعد عن الحقيقة. يعني الطرف الاخر من الاخر ما بيبقاش فاهم ان هو قال كلمة جرحتك ولا ألمتك ولا قال اي حاجة. هي الفكرة ان الكلمة دي او الحاجة دي سمعت عندك في حاجة اصلا جواك مجروحة او حاجة مزعلاك من ده، هو اللي قدامك مبقاش يقصد. فاللي مطلوب منك دلوقتي ان انت محتاج ان انت تشوف الامور بمنظور تاني خالص. ولو في العمل برضو سوري، هتبتدي تعرف تميز هل الحاجة دي بسبب جرح عندي اصلا كنت انا اتجرحته، ولا دي حاجة انا فعلا اللي قدامي يقصدها. المهم تفصل نفسك، تفصل مشاعر، تفصل احكامك على الموضوع، تفصل كل ده وتبص من بره كأنك بتشوف، كأن حد بيحكي لك القصة دي انت مالكش علاقة بيها. بالنسبة للعمل، ممكن يكون في حاجة واقفة قدامك، واقفة مش ماشية كده، مش بتنجح، مش بتعمل ده في وقف يعني. حاول تدور ايه اللي ماشي فيها يعني. مثلا انا قاعده عماله اقول لا انا مش هينفع اعمل كذا، مش هينفع اعمل كذا، في الدنيا واقفه، طب ليه وقاعد ببوش في اتجاه معين، في اتجاه معين انا ماشي فيه في الشغل، او في حاجه مش عايزه تتحقق او مش عايزه تتصلح او انت برضو لو بصيت للموضوع من فوق هتلاقي ان الحل بتاعك في حاجه تانية بره، بس انت عشان مركز في طريق واحد بس مش شايف كل الطرق، فانت محتاج تبص من فوق اكتر. ممكن تكون ممكن حاجات كتير يعني كل واحد ياخدها في قصة حياته. فانت محتاج بس كل القصة، سواء في علاقات، سواء في حياتك العامة، سواء في العمل، انت محتاج تبص بمنظور احسن. ومن الافضل ان هما بينصحوك ان انت تشوف حد بتثق فيه، ودايما رأيه في الامور ومنظوره للامور بيبقى مختلف ويبقى على نطاق اوسع منك، فانك تاخد رأيه. انت محتاج تاخد رأيه، ولو ما عندكش تاخد رأي حد مختص بالحاجة اللي انت حاسس بيها او كده، او اللي انت شايفها او ممكن يكون مثلا لو جروح معينة، علاقات معينة، ممكن تاخد رأي حد متخصص، او تاخد رأي حد تبقى انت بتثق فيه جدا وعارف ان هو موثوق فيه وليه منظور حيادي جدا ومداركه واسعة يعني.
دي نصيحة كمان من ملائكة الحارس، لو عندك الشخص ده روح وخد رأيه. بس يا برج العقرب، فقول لنا انت لايص في ايه يا برج العقرب؟ قول لنا كده في التعليقات. يلا باي باي.